السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا ومتتبعين قناة ما قل ودل. مرحبا بكم والف مرحبا في هذا الفيديو هذا اللي غادي ديروا لنا فيه اللايكات وديروا لنا فيه كذلك التعاليق ديالكم وتخليكم وديروا لنا البارطاج كذلك وتخليكم من الاول حتى الاخر. وما يفوتناش اخوتي العزاز اننا نباركوا لسميره، اياها سيدي نباركوا لسميره. اخيرا 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 خدات النفقه ديال وليداتها. ومنين كنقولوا وليداتها ماشي غير وليداتها هي، بل حتى وليداته هو اللي 3 سنين وهو مانع عليهم النفقه، ما خلى ما دار لديك النفقه، ما خلى شنو دار 3 ديال المحامين باش يقلوا من هذيك النفقه، ولما لا يلغيوها. كذلك الطلاق كانت فيه بزاف ديال التلاعبات، كان طلاق ماراطوني، كانت ايام عصيبه اللي دوزات سميره. كان كذلك يعني في السوشيال ميديا اسرار خرجت في السوشيال ميديا. هاد سميره هذه من بعد ما خدات هاد المبلغ هذا اللي هو ديال وليداتها، فالناس اللي اليوم كيقولوا بانه خدات ليه الفلوس وحقها و17 مليون وبزاف عليه مسكين، من نيتكم؟ واش من نيتكم؟ واش منين كانت سميره كتصرف وكانت كتدير لهذا الطبيب وكانت كدير تنضاضر وكانت كدير سميتو وكانت كتوكل وكتشرب وكتدي لابيسينات، ما كنتوش كتقولوا هاد السيده هذه راه بزاف عليها؟ ما كنتوش كتقولوا 4 ديال الدراري بزاف عليها؟ ما كنتوش كتقولوا المحاميه اللي شاده اللي هي محاميه كبيره بزاف عليها؟ ما كنتوش كتقولوا 2 ديال الطلاق في نفس النهار في 2 ديال المحاكم مختلفه بزاف عليها؟ والله صدق من قال اللي قال بان عدو المراه هي المراه. كان عاجبكم الحال، كان عاجبكم التمرميده اللي كانت كتمرمد سميره، كان عاجبكم ان المخصوري يطغى عليها ويتجبر بالفلوس ديال المحسنات والفلوس ديال الناس ديال الامارات. الفلوس هالاماره خوتي سمعنا، الاماره من الامارات كيصيفطوا الفلوس الشواكش ديال الفلوس وكيجيو كيفرقوا الفلوس وما غاديين في طوموبيلاتهم كيفرقوا الفلوس. حتى هاد الفلوس هادي عادي جدا انها تخلصها السيده اللي من الامارات اللي كانت كتصيفط الزبابه الفلوس واللي صيفطت 100 مليون، اللي ما عمر سميره شافت شي ريال من هذيك الفلوس اللي كانت كتصيفط، بل بالعكس الولاد ديال مربوحه بنات مربوحه تشراو لهم الديور، بينما سميره كانت هي صاحبه المحتوى. او لنفرض كاع ما كانتش هي صاحبه المحتوى، هي الزوجه، هي اللي جالسه ضايفه، اللي جالسه 7 شهور وهي جالسه ساره حوايجها دايرهم في الكراطن في البلاكارات ديال الكوزينه. فالاولى نشوفوا اللي ضعيف اللي ما عندوش الدار تتشرى ليه الدار وتمتع بالاستقرار وما يبقاوش هذوك 4 ديال الدراري محيوزين على جدهم. ولكن لا، حنا غنشدوا الفلوس وغادي نعطيوها لبناتنا وغادي نشريو الديور بها لبناتنا. او هي غادي تخرج هي شنو غادي تخرج؟ هي كيترمى لها 100 درهم. المهم القصه ديال سميره كل شيء عارفه. وهذا الانتصار هذا اليوم او هذا يعني هذا القانون، هذا انتصار للقانون وانتصار للمدونه الاسره وانتصار لقضاء المراه لقضاء الاسره. المهم هذا انتصار اللي خص كل امراه توصل ليه لهذا النهار هذا. مين يبغي يطلق الراجل اي يحط النفقه ويحط كذلك يخلص جميع المستحقات ديال الزوجه. ماشي كنتزوجوا بنات الناس بالساهل ونطلقوهم بالساهل او نرميوهم بالساهل. كل واحد غادي يأدي غير الايام، خص النفس الطويل، خص المراه الطالب بالحق ديالها. اما اذا كان غانيها الله، انا كذلك مع نظره ان اذا كان غانيها الله، اذا كانت ما على بالهاش والله انك تلوح الكلب الى حسن من تبعيه. فهمتي؟ المهم على اين كيبقى حقوق الدراري ما تقدر تسمح هي في النفقه ديالها وتسمح في داكشي ديالها، ولكن هادوك الولاد هادوك يعطي ولو 100 درهم. شي 100 درهم الا خرج لك القانون هذيك 100 درهم تحطها لانها كتكون ثقيله على الشمايت. هذيك 100 درهم واللي شحال كتجيهم بحال 100 مليون. بحال ماشي غادي يعطيوها لولادو وغادي ياكلوها ولادو، لا زعما غادي يعطيها لهذيك المراه. زعما هي باقيه لك لديك ال 100 درهم ديالك ولا 3000 ولا 6000 ولا كل واحد شنو كيخرجوا له. راه اكبر ظلم اللي كيوقع راه هو الظلم ديال هاد الوليدات، اللي النفقه اللي كتكون واحد النفقه هزيله جدا 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 بالمقارنه مع المستوى المعيشي ومع الظروف المعيشيه اللي دابا العالم كله كيشاهد واحد الغلاء، وحنايا باقيين في واحد النفقه اللي هي هزيله جدا جدا جدا. وراه يمكن لك تخرجي غير خرجه وتطقطقيها في البلاصه.
المهم على اي غادي نرجعوا لسميره وغادي نرجعوا للفرحه وغادي نرجعوا لهذوك الناس كذلك اللي كيقول لك خليها ودابا النفقه دابا يعطيها ودابا نايضين خارجين كيقول لك بزاف عليه و17 مليون وهذه وراه غادي دير بها وغتفعل بها وغترك بها. راه كنقول لكم سيروا الله يعطيكم غير ما داز على سميره، الله يعطيكم غير ما داز على سميره. وديك الساعه ثاني غادي نشوفكم واش غادي تنتصروا للراجل ولا غادي تنتصروا للمراه اللي كتبقى كيف ما بقات كتبقى هي الحلقه الضعيفه في هذا الطلاق. يعني يعني بنادم كيديك وكيتزوجك كيدير لك كيواعدك بده يدير لك الدنيا دنيتين، وفي الاخر ملي كيقولها له عقلو كيبغي يطلقك كيطلقك وكيلوحك وما يعطيكش لا العده ديالك لا التمتع ديالك لا حتى حاجه لا النفقه ديال الوليدات، ويلوح لك الدراري ويمشي هو عاوتاني يبني حياته ولا يتزندق عادي جدا. فكيف ما كان الحال عمري ما كنشوف انا الرجل منتصر، يعني الرجل ضعيف في يعني في قضيه الطلاق. يعني ملي كتطلق المراه والرجل دائما كيبقى الرجل هو المنتصر ولا هو اللي في قوه ضعف، بما انه هو اللي كيكون رب الاسره او لا كيكون هو اللي كيصير، فالفلوس ديالو كتبقى له، الوليدات كتهزهم، يعني الحاجه المزيانه كتبقى له هو، والحاجه اللي فيها الضرر واللي فيها التعب كتولاها الزوجه. على اي هاد 17 مليون اللي اليوم غادي تدي سميره او لا اليوم اللي غادي يحطها المغسور في المحكمه، هاد 17 مليون اللي جات غير من فضل الله، هاد 17 يوم 17 مليون اللي ما حرس فيها ما حصد فيها ما ضرب فيها شموش ما ضرب فيها تعب ما والو، واحد كيديروا فيديوهات كيلوحوهم في اليوتيوب، وكذلك المحسنات من الامارات كيصيفطوا الزبابل ديال الفلوس، والمحسنات من الخارج الزبابل الفلوس والزبابل ديال الكادويات. هذه غير تحصيل حاصل، هذه راها بالنسبه لي هو غير بحال شي بونبونه غادي يعطيها لولادو، مع انه بحال خرج عليه من عينه، بحال غادي يعطيهم من اللب ديال العين ديالو المومو ديال عينه غادي يجبدهم ويعطيهم لهم. لان علاش هو كذلك خداها غير غنان، اضافه على انه يعني شحيح وبخيل، ولكن خداها غنان لانه دار عليها 3 ديال المحامين، وكانوا المحاميين كيتبدلوا، وكل محامي اقل يعني يعني مبلغ يمكن له يتقاضاه 3 ديال المليون هذوك المحامين. يعني هو خسر تقريبا شي 10 ديال المليون في الدعوه مع سميره، ودابا غادي يحط 17 مليون. فكان الاولى بك انك تحطها هذاك 10 ديال المليون اللي خسرتي في الدعوه غتزيد عليها واحد 7 ديال المليون وغادي تحطها غير طريف بطريف، ما كنتيش غادي تحس بها، وكانوا غادي يقولوا عليك الناس بانك تصير على ولادك، وحتى ولادك منين يكبروا يقولوا بانا منين نفاصل مع الام ديالنا كان كيصيفط لنا الحقوق ديالنا والواجبات ديالنا. وكذلك انت طالب بالحقوق والواجبات ديالك، وطالب بان الولادك تشوفهم وتسهر عليهم ويجوا عندك في العطل، والطالب باللي كيطالبوا به الرجال الشلاغميه. ولكن مع من كنهضروا مع المشاميت، مع اللي كيلوح المراه وكيلوح حتى الولاد وكيعيش ليا هو لافي. ولكن كل واحد ربي كيعطيه في هذه الدنيا هذه. انا كان قال لك بكره نقعد على الحيطه ونسمع الزيطه هي اللي غادي نسمعوا النهار اللي غادي تزوج، النهار اللي غادي تجيبها غادي نسمعوا الزيطه، لان ما غادي تقدرش تتفنفن معاها، لان اي حاجه درتيها معاها غايقولوا ها سميره كانت بنت الناس، هو اللي صدق شماته، وكما هو شماته مع سميره كان شماته مع سميره هو شماته حتى مع هذه. غدير الاضعاف المضاعفه ديال المجهود اللي انت ما كنتي داير اصلا انت مجهود، غدير اضعاف المضاعفه ديال المجهود العادي ديال الزوج العادي باش ترضي هذيك الزوجه، وباش تبان هذيك الزوجه بانها عايشه الرفاهيه وعايشه الحب وعايشه الاستقرار. واول خطوه غادي ديرها من بعد ما غادي تحط 17 مليون، ومن بعد ما غادي تحط 35 مليون كذلك اللي حكمت بها، يعني اللي تحكمت بها كنفقه او كعده وتمتع ديال سميره. المهم شحال ما جاها غادي تحطوا 35 ماشي 35 غادي تحطوا من بعد ما غتسالي هذا الشيء هذا كله. حنايا عارفينك اول خطوه شنو اللي غداوي بها الجراح ديالك اللي غادي تجي تعالج بها النفسيه ديالك، لان الفلوس مشات من بين يديك، هي غادي تمشي تجيب شي وحده باش تطلع الفيديوهات وتطلع ودير الباز زعما ها انا طلقت اون فوا كنت كنتسنى ديك اللقيطه، غير ها انا طلقت ها انا تزوجت. يعني العروسه كانت براسها كانت كتسنى، وحنايا عارفين بان كاين هذا النوع اللي كيتسنى عادي جدا، كيكونوا شي رخاصات راه حتى بوكريشه خطبوه قبل من عرضوا عليه راسهم. يعني قبل ما تجي السريعه وتعرض عليها تعرض راسها
راه حتى بكريشه عرضوا في اليوتيوب، خرجوا وعرضوا راسهم عليه. واش فهمتوا؟ يعني الرخص كاين والغلا كاين، واللي بغى الرخيص كيمشي ليه، واللي بغى الغلا واللي ماشي د وجهه، اللي كيفرط في الغلا وماشي في ديال وجهه، كيمشي لبورخيص عادي جدا. ما كتليقش عليه الماركه، ما كتضياق عليه، ما كيحسش الا ما قلبش في بوزبال، الا ما قلبش في الخرده، ما كان الماركه ما كتجيش معاه. بنات الاصل ما كيجيوش معاه، كل واحد كيلبس قد اللي واتيه، وكل واحد وشنو كيواتيه سبحان الله في هذه الدنيا هذه. المهم خوتي العزاز، هذيك 17 مليون اللي اليوم حاسدين عليها سميره، راه سيروا حيدوا منها شنو صيرت على ولادها، وسيروا حيدوا منها الاتعاب ديال المحامين، شنو خلصات بالاتعاب ديال المحامين. سيروا خصموا هاد الشيء من هاد الشيء، وشوفوا شنو غادي يبقى لهذيك سميره، اللي اصلا هذيك الفلوس راها ماشي ديالها، ماشي غادي تمشي تشريها وديرها ذهوبات، لا، راه المستقبل ديال وليداتها راه باقا متحمله بيهم 4، غادي تبقى مدبله بيهم حتى ما لا نهايه. وكنعرفوا بان قدامها المشوار طويل. هادو ماشي لي بنات عندهم 20 عام ولا 21 عام ولا 18 عام ولا لا لا لا، هادو وليدات باقيين عاد 5 سنين 6 سنين 7 سنين 10 سنين، فهمتوا؟ يعني المشوار طويل والتعب طويل والارهاق طويل والمصاريف طويله. ولكن شنو غادي نقولوا؟ شي حسودات، لشي حقودات، لشي مذنبات، وجه الشر، وجوه الشر. سبحان الله، انا والله ما نوقف ضد المرأة ولو تكون الا في حالة واحدة، اذا كانت خائنة. اذا كانت هاد المراه خائنه، خانت الزوج ديالها، هذه هي يعني اللقطه اللي نقدر نوقف فيها للزوجه، يعني للمراه، وكنحسبها من الشيطانات ماشي من النساء. عدا ذلك فيما يخص يعني الواجبات ديالها، فيما يخص قضيه الطلاق، فيما يخص قضيه النفقه، فيما يخص قضيه الاطفال، فيما يخص قضيه الحضانه، فانا مع المراه، لان كما قلت لكم كتبقى حلقات ضعيفه، وكتبقى هي يعني اللي ما كنظنش. كيقول لك ما كاين حتى قط كيهرب من دار العرس. ما كنظنش بان شي مراه غادي تلقى الاستقرار، غادي تلقى الوفاء، غادي تلقى يعني الاحتواء، غادي تلقى الاخلاص، هو اللي هو الوفاء. وانا دائما عندي اهم شروط الزواج هو الوفاء. اذا ما كانش الوفاء ضاع كل شيء وسقطت يعني ديك الميثاق الغليظ، تهرس ديك الميثاق الغليظ. المهم على اي، كنبقاو مع سميره كنقول لها مبروك الف مبروك، ولو انها كذلك هي شداتها غنان، راه بجوج بهم كانوا لاعبين على الغنان، وبانها خصها الحقوق ديال ولادها توصل لهم، ولو يعطيهم هذاك القانون، ولو يعطيهم 200 درهم غادي تخرجها منه، غادي يحط ديك 200 درهم. ماشي كل طير كيتاكل لحمه، وماشي كل مرة يعني كتاخذها تتكرفص عليها وترميها. كاينه المراه اللي كتتبع الحق ديالها حتى تجبدو من عينك. فالف مبروك الف مبروك للانتصار ديال سميره، لانها كانت فعلا معركه. وكذلك انتصار الرقني بالحق وبالقانون وبالمساطر القانونيه، وكذلك ما ضاع حق وراءه طالب. اخوتي، اي واحد ان شاء الله غادي ياخذ الحقوق ديالو. وهاد الشمايت اللي عندنا في المجتمع، كنتمنى بان القانون يعني يزيد يعني يكون شاد على، يعني يضرب بيد من حديد بالنسبه لهاد الشمايت، ويسرع كذلك بالمساطر، لا ديال الطلاق ولا ديال النفقه، لان المراه هي اللي كتبقى مدبله بديك الوليدات. ولهذا كنشوفوا بعد الطلاق بزاف ديال العيالات كيخرجوا للطريق لانهم ما تعطالهمش حقهم، ما تعطاش الحق ديال الوليدات. لو كان كل واحد كيطلق وكيصرف على الوليدات، كانت الام غادي تبقى حاضنه على وليداتها وتمشي تشتغل واحد العمل اللي هو شريف. ولكن لان الراجل كيرمي الوليدات وكيرمي العبء وكيرمي الحمل، وهي بدورها الام ما كتقدرش تتخلى على ولادها، فكتلقى مصيرها انها الشارع، كتكرفص في واحد المهن اللي كتكون اش غادي نقول لك، مهن ديال الشارع، مهن الشارع. فكتخرج للشارع، فكل واحد كيستبح اللحم ديالها من بعد ما كيعرف بانها مطلقه. كنتمنى هذه الظواهر هذه تحيد. كنتمنى القوانين اللي خرجت واللي خرجها السي وهبي يعني تفعل، ما تبقاش غير حبر على ورق، وما تبقاش لا فيما نسولوا على شي قانون لا باقي ما خرج حيز التنفيذ، باقي غير حبر على ورق، او لا باقي عاد كيتدرس. فكنتمنى اي قانون خرج يعني
يعني تكون واحد اللجنه كتدرس ديك القانون، ومن بعدها مباشره يخرج للعلن باش تقوم يعني باش يكون القاضي يعمل بهذوك المساطر الجديده وبديك القانون الجديد، والمراه تاخذ حقها هي والاطفال، ونناصروا الاطفال قبل المراه فين ما كانوا الوليدات، هي سواء مع الزوج سواء مع الزوجه، نمشيو مع الحق ديال هذاك الوليدات. هذوك هما الشعله، او هذوك هما يعني ديال المجتمع، هذوك هما النور ديال المجتمع. اذا طفينا هذاك النور ديال المجتمع فغادي نطفيو المجتمع، وغادي نلقاو عندنا بزاف ديال الوليدات جراء يعني واحد الطلاق اللي كيكون طلاق ما كتاخذش المراه المستحقات ديالها، فكتخرج هي الشارع، فبدورهم الاطفال كيخرجوا للشارع، وهكذا ما عمرها ما غادي تقوم لنا القائمه. اي مجتمع ملي كيبغي كيخدم على الوليدات، كيخدم على الوليدات، لا في التمدرس ديالهم، لا في الحياه الاجتماعيه ديالهم، لا في المستقبل ديالهم، لا في يعني في التكوين ديالهم. يعني كيبني شنو الوليدات شنو خصهم باش كيخرجوا صالحين، وكنخدموا على المدى البعيد، وكنحصلوا على هذا المدى البعيد، من بعد كيرجع المدى قريب، وكنلقاو في يعني في الدوله ديالنا نلقاو اطر بدل ما نلقاو متشردين جراء طلاق. المهم ما نرجع ونعاود ونجدد نجدد يعني الفرحه او لا التهنئه لسعاد. وما غادي نهضروش اليوم على هذيك الاسره المشوهه، لان هذيك الاسره المشوهه راها دابا رجعت دوبل، راه رجعات اسره وحده اخرى مشوهه غادي على نفس النهج، غادي تمشي بل والاسوأ، لان كاينين هذيك الاسره الثانيه اللي هي ديال عبلو، كاينه فيها وحده اللي هي طفله اييه، ولكن اخوتي راه ماشي طفله، اخوتي راه تولدت في 2000 هذيك، وما نعرف 1970 هذيك تولدت في 1970. كاينه واحد البنت اللي غادي تخرج، لا اله الا الله محمد رسول الله. ايوا غدا وبعد غدا دابا تشوفوا وقولوا ما قل ودا اللي قالت اي على النزقه، اي على الطيران. ورا بنات بكريشه، وبنات بكريشه راهم والوها وحدها حله فمها، وحده ما قدر الله ما شاء فعل، وينيك الاخرين هاي الاخرين تطرق كسره وحده يا خوتي، كسره وحده كتنطق من جنابها. سير على الله، سير اخوتي، سير سلسل. قال لك ملي خرجت البقره يخرج العجل، وغدا غادي نشوفوها بلاتي يخرج بكريشه يجمع العائله ديالو، يعطيك نتايا بركله. وديك الساعه ثاني غلقاو راسهم بانهم هما عندهم قنوات وداروا قنوات، وخصهم يكملوا وضاقوا الفلوس ديال الادسنس بالبيان ياك، وخصهم يكملوا في هذاك المحتوى، وغادي يعرفوا واش من محتوى غادي يكملوا فيه، لان ديك حسبي الله ونعم الوكيل. وحنا اخوتي العزاز، ما هذا ظلم هذا اللي كيوقع على خويا والسي محمد، راه انسان مسالم، وهذا الشيء اللي وقع عليه ما عرفناش، وحسبي الله ونعم الوكيل. هذاك غادي تلقى بان هذاك المحتوى ما كيجيبلكش الفلوس، فغادي تخرج هذوك المحسبنين، غادي تخرج بناتك وراك خرجتيهم كاملين، ولكن وحده هي اللي غتجيب لك الفلوس. خدم معاها، خدم معاها مزيان، حط راه ركز ليا معاها، هذيك غتجيب لك الفلوس. هذيك هي اللي غادي تردك. انت عندك الحانوت الجنب ديال بكريشه. المهم خوتي العزاز، الى هنا كينتهي الفيديو ديالنا. ما تنساوناش من اللايكات والبارطاج، الدعم ديالكم. الفيديوهات طايحين في هذا الوقت هذا على الجميع، المشاهده طايحه على الجميع، غير التعليق ديالكم. اي واحد شاف الفيديو من الاول حتى الاخير يخلي لنا تعليق، ما يبخلش علينا ولو بورده. يلا دمتم في رعايه الله ودمتم لنا داعمين.